السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بك يا عزيزي الجميل. أنا إسلام ودي قناتك 2GDM8. في ألعاب بنشتريها نلعبها ونخلصها وننساها بعد أسبوع، وفي ألعاب تانية بنفضل مرتبطين بيها سنين من عمرنا. هورايزن بالنسبة لي كانت من النوع ده. في سنة 2017 كان أول مرة أشوف البلاي ستيشن 4 قدامي، وكان جاي مع لعبة هورايزن زيرو داون. وقتها ما كنتش أعرف أي حاجة عن هورايزن، مجرد لعبة جديدة وهجربها. وأول ما فتحت اللعبة قابلتني إيلوي، ومن بداية اللعبة خالص أنا وإيلوي بنستكشف العالم من الصفر سوا. أنا مش فاهم إيه اللي بيحصل، وبرضه إيلوي الطفلة بتستكشف معايا، واللعبة بدأت تاخدنا أنا وإيلوي واحدة واحدة جوه العالم ده. بداية الأحداث ونشأة إيلوي مع روست وعلاقتها بالقبيلة والغموض اللي حوالين العالم كله، كل ده كان بيتبنى بطريقة مظبوطة بالملي، وبتخلي كل ساعة جوه عالم هورايزن تخليك ترتبط عاطفيا بإيلوي أكتر. وقصة العالم اللي بتعرفها بعدين مع تقدمك في اللعبة، وتقديم الشخصيات اللي بيخلي كل شخصية اتكلمت معاها حتى ولو للحظات تفضل معلقة معاك، ومع القصص الثانوية للأشخاص اللي بتقابلهم وبتحاول تساعدهم. اللعبة حاولت تخليك تعيش رحلة واقعية وتربطك بكل شخصية قابلتها أو حصل موقف ما بينك وبينها، وقدرت فعلا تحسسني بده. القصة يا صاحبي كانت من أكتر القصص المتكاملة اللي عشتها في لعبة. ممكن أقول كمان، أو مش ممكن، أنا متأكد إن دي أكتر لعبة حبيتها وواخدة المرتبة الأولى في قائمة الألعاب اللي لعبتها قبل كده. استوديو غوريلا جيمز خد قصة الذكاء الاصطناعي من فكرة تمرده على العالم لحاجة أكتر تعقيد هتكتشفها وانت بتتقدم في القصة. وطبعا مش القصة بس اللي جميلة، عندنا عالم اللعبة والطبيعة اللي موجودة في كل مكان، والأنشطة اللي بتبقى موجودة على طول الخريطة. وأكتر حاجة كانت بتاخد وقت مني في العالم الضخم ده قتل الروبوتات واللوت اللي بجمعه منهم. كانت حاجة إدمانية جدا. وتنوع الطبيعة اللي موجود، حرفيا كل منطقة كانت بتديك إحساس إن أنت اللي واقف هناك. كل مكان ليه إحساس مختلف، مش مجرد شكل أو ثيم مختلف للمكان. والأنشطة المختلفة اللي بتبقى موجودة، صدقني عمري ما حسيت بالملل وأنا بتجول في العالم وبعمل الأنشطة. حرفيا في كل مكان جديد بتستكشفه كنت بتعدي على أنشطة هي ممكن نفس المطلوب في نشاط شبهه، بس كان بيتعامل بطريقة مختلفة. وزي ما قلنا واحنا بنتكلم عن القصة، في نشاطات بتعملها لأشخاص بتقابلهم وانت بتتجول. كل الأنشطة دي اللي انت بتعملها بتساعدك في القصة الرئيسية من الأساس، غير إنها ممتعة برضه. اللي ممكن تحسه هو إنك اكتفيت النهاردة من كمية المحتوى اللي بتقابله. أنا ساعات كنت بحتاج أنظم أنا عايز أعمل إيه. هل أروح المكان ده عشان أدور على قطعة روبوت معين عشان أصنع درع؟ طب أطور السلاح؟ ولا أروح أخلص القصة الجانبية؟ طب أبدأ إيه الأول؟ ده إحساس ممكن في بعض الأوقات يحسسك إنك خلاص مش عايز تلعب، بس الإحساس ده كان بيجيلي بعد ما أكون قضيت وأنا بلعب أكتر من 3 ساعات. بتكون محتاج راحة من اللعبة عشان تعرف تكمل. العالم والقصة والمهام مش هيبقوا بالكمال ده غير لو معاهم جيم بلاي قوي. وهنا بقى نتكلم عن نظام القتال والأسلحة ونقاط التطوير. الأسلحة في هورايزن كتيرة وأنواعها مختلفة في الاستخدام، واللعبة عملت توازن كبير قوي ما بينهم. مش انك تلاقي احسن سلاح تستخدمه وخلاص، لا، عشان في القتال نفسه لو انت اعتمدت على سلاح واحد بس ما انتش هتعد. انت محتاج تستعمل كل الأسلحة اللي عندك بذكاء، وانت هتلاقي نفسك مستمتع بده. حركات إيلوي في القتال ممتعة جدا، ولحد دلوقتي حتى لو لعبتها ما انتش هتحس ان نفس الاسلوب ده انت شفته في لعبة تانية. وشجرة التطوير في اللعبة مع كل مهارة جديدة بتتعلمها بتخلي القتال امتع واقوى، ومحتاج انك تركز في كل نقطة مهارة هتستعملها في ايه. كمان حاجة كانت ممتعة جدا، اللبس بتاع إيلوي، انك تفتح كل الازياء اللي موجودة في اللعبة، ونفس الزي بيكون ليه شكل مختلف مع كل تطويرة بتعملها عليه. دي حاجة كانت بتاخد مني وقت كبير وانا داخل في المخزون بختار هلبس إيلوي ايه النهاردة، وبالذات لما تروح من منطقة لمنطقة مختلفة. وعدت الايام وبعد كل ده يا صديقي خلصت اللعبة، وعلى طول رحت ادور على الجزء الثاني.
فتحت جوجل وكتبت بالحرف الجزء الثاني من هورايزن امتى، واللعبة كانت لسه نازلة وقتها، وده معناه انه حتى لو في جزء تاني فهيبقى بعد فترة طويلة. وعدت السنين ونزلت هورايزن فوربيدن ويست، بس وقتها الاوضاع الحياتية ما كانتش مستقرة قوي، تغيير كبير حصل في مسار الحياة خلاني ابعد عن العالم اللي انشأته جوايا من وانا صغير، بس الوقت كفيل انه يداري على كل المشاكل. وبعد سنين في 2024 رجعت أخبط على العالم ده من جديد، ودخلت أدور على نسخة لفوربيدن ويست، وقلت أكيد بعد 4 سنين من نزولها اللعبة سعرها هيكون نزل. بس لأ، سعرها كان بالنسبة لي برضو لسه مش حاجة معقولة اني ادفعه، فكملت تدوير وانا بتفرج على الالعاب لمجرد ان انا قاعد بتفرج، ولقيت حاجة هترجعني لهورايزن. لقيت نسخة لزيرو داون كومبليت اديشن، بمعنى ان الدي ال سي اللي لما نزل كان نفسي العبه دلوقتي هلعبه وهرجع العب نفس اللعبة بعد غياب 7 سنين. بس المرة دي كانت مختلفة تماما، المرة دي كنت فاهم القصة أكتر ومقدر العالم أكتر ومستوعب كل التفاصيل، واكتشفت تفاصيل جديدة عدت عليا قبل 7 سنين ما كنتش واخد بالي منها. ولما دخلت إضافة ذا فروزن وايلد حسيت إن اللعبة ما عملتش حاجة غير إنها زودت عمق القصة أكتر، ولو اللعبة كانت متكاملة فالإضافة بالمهام الجديدة اللي ضافتها وجانب القصة الزيادة اللي هتعرفه من خلال تقدمك في فروزن وايلد، والأسلحة اللي كانت قوية جدا، والبيئة المختلفة اللي موجودة، والوحوش برضو الضخمة المختلفة اللي هتقابلها في العالم ده، زودت من كمالية اللعبة. بس كل ده عمل مشكلة زيادة، وهي إن بقيت متحمس أكتر لفوربيدن ويست، بس سعرها كان لسه مش منطقي، وكنت بقول لنفسي يمكن في يوم، لحد ما اليوم ده جه فعلا. احنا دلوقتي في 2026، اللعبة اخيرا بقت قدامي بعد انتظار بدأ من اللحظة اللي خلصت فيها اخر مهمة في زيرو داون 9 سنين، والاحساس ده جميل جدا، ان حاجة كنت شايفها بعيدة وشبه مستحيلة تبقى أخيرا قدامك. يمكن في ناس هتشوف هورايزن مجرد لعبة عادية، بس هورايزن بالنسبة لي ما كانتش مجرد لعبة، كانت رحلة. نظرة الناس لإيلوي وتعاملهم معاها واكتشاف إيلوي لذاتها وهي مين فعلا، ده ممكن نقول إنه كان قصة متشاركة معايا. ما اعتقدش ان في لعبة ممكن تديني نفس الاحساس اللي حسيته مع ايلوي والارتباط اللي حسيته معاها، وده السبب الحقيقي للفيديو ده مش فيديو مراجعة، وانا اصلا مش بعرف اراجع، بس عشان احكي لكم رحلة كاملة عشتها في عالم هورايزن، واعتقد ان لسه للحكاية بقية. وبس، انا اسلام ودي قناتك توجد ام 8.